سلام، إن شاء الله تكونوا كامل ملاح، تكونوا كامل غاية. بلا ما نطول عليكم ندخلوا مباشرة في الموضوع. فكرة القناة أني نجرب وصفات ومنتجات مختلفة ونحط لكم النتيجة مع الصور قبل وبعد. واليوم راح نشوفوا كيف نتيجة تجربتي السيروم نيال بالكركم مدة شهر كامل، وراح نحط لكم تشوفوا النتيجة تاعو مع الصور قبل وبعد. بلا ما نطول عليكم أكثر من كما هكذا، هيا نبداو. أول حاجة خلينا نتعرفوا على المنتج. سيروم بالكركم للوجه من شركة نيال كوسميتيك. العلبة ترفد 110 ميلي، السعر تاعو 35,000، وطبعا يختلف السعر حسب كل بائع وكل ولاية. طريقة الاستعمال: ضعي كمية صغيرة من السيروم في راحة اليد وبعدها طبقيها على الوجه بحركات دائرية حتى تمتص البشرة كاملة. هذا السيروم سهل الامتصاص وتمتم راح تشوفي بشرتك امتصاته وشاحت. هذا السيروم ليلي فقط، ومحذرينك بعدم استعماله وتعرض لأشعة الشمس. ودوك خلينا نشوفوا نتيجة تجربتي معه أنا ووش لاحظت عليه. أنا بديت هاد السيروم بتاريخ 26 جوان، كنت نستعمله يوميا في الليل بعد تنظيف البشرة، كنت نطبقه هو ونزيد فوقه كريمة الترطيب ونركض. كانت بشرتي صافية من الحبوب فيها تصبغات فقط. فمن اللي بديت نستعمله وبعد يومين فقط ظهرت لي حبة في خدي، والغدة من ذاك في جبهتي، وبعد غدة في أنفي، ولا كل يوم تظهر لي حبة صغيرة في مكان مختلف على بشرتي. بقيت 10 أيام وأنا على نفس الحالة، كل ما نستعمله تظهر لي حبة، وكل ما نحاول نعالجها تظهر حبة أخرى في مكان آخر. من استعمالي ليه مدة 10 أيام فقط ما لاحظت والو من إيجابيات. تصبغات بقاو هما نفسهم، غير أنني لاحظت استمرار في البشرة، يعني ولت بشرتي غامقة على اللي كانت بعد استعمالي ليه. والحبوب اللي كانت كل مرة تظهر لي واحدة في مكان مختلف كانت تخلي بعدها آثار. فصراحة في 8 جويلية كنت حبسته وما قدرش نزيد نستعمله أكثر من هكذا. شوفوا ديجا العلبة مازالها فيها ياسر، ولكن خفت منه يزيد يندب لي بشرتي. مع العلم أنا بشرتي من عادية إلى دهنية وما كانش فيها الحبوب، غير من اللي بديت نستعمله هو اللي بدأت تظهر لي فيه الحبوب ياسر. كنت من قبل حطيت تغطيت عليه في حسابي على تيك توك، وكانوا عدة تعليقات من بينهم إيجابية ومن بينهم سلبية. راح نخلي لكم تشوفوا البعض من التعليقات، وإذا كنتي حابة تشوفي كل التعليقات وتتعرفي على صفحتي على تيك توك نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. وإذا كنتي جربتيه من قبل خلينا رايك فيه مع نوع بشرتك ومدة الاستعمال، وما تنسينيش تزينا من لايك واشتراك، ربي يفرحك إن شاء الله. وإذا كنتي حابتني نجرب أي حاجة معينة، منتج ولا وصفة، خليلي في التعليقات ولا بعثيلي على حسابي في الانستغرام، نخلي لك الرابط في صندوق الوصف. دمتم في رعاية الله وحفظه. سلام.